حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف المهندس محمد عبد الغفار المرباطي، رئيس قسم عمليات مسح البيانات الجيومكانية في جهاز المساحة والتسجيل العقاري. أهلا بك مهندس محمد. وفي البداية لو تصف لنا هذا المشروع، ما هو مشروع التصوير الجيومكاني لشوارع مملكة البحرين؟ التقنية المستخدمة هل هي كاميرات ثابتة أم متحركة؟ وجاء في إعلانكم أن النهاية منه ستكون إن شاء الله في النصف الأول من العام المقبل. السلام عليكم. عليكم السلام. في البداية مسي عليكم بالخير ونشكركم على الاستضافة. حياك الله. طبعا يعتبر مشروع تصوير شوارع البحرين بتقنية 360 درجة مبادرة طموحة تهدف إلى توثيق الشوارع الرئيسية والفرعية وأبرز المناطق السياحية والتراثية في مملكة البحرين بشكل ثلاثي الأبعاد، وهذه طبعا من خلال التقاط صور بانورامية 360 درجة لكل موقع. وطبعا الهدف من هذه المشروع هو إطلاق ميزة التجول الافتراضي، واللي راح تتيح للمستخدمين من استكشاف الشوارع والمناطق المختلفة في البحرين بشكل تفاعلي، وكأنهم يتجولون فيها فعليا عبر منصة جوجل ماب العالمية. وفي المستقبل طبعا من خلال منصة جهاز المساحة والتسجيل العقاري. ما الفائدة من هذا المشروع؟ أم هي فقط من أجل إتاحة المجال لرؤية البحرين والتجول في شوارعها؟ هل هناك فوائد أخرى؟ طبعا هذه المبادرة في الواقع في إطار سلسلة من المشاريع اللي تبناها جهاز المساحة والتسجيل العقاري، واللي تندرج ضمن برنامج التحول والتطوير الشامل، اللي من أهم أهدافه تطوير الأنظمة وتعزيز التحول الرقمي نحو تدعيم تكامل منظومة الذكاء الاصطناعي في قطاع إنتاج الخرائط الوطنية، حيث يمثل المشروع إضافة كبيرة للبحرين على مستويين المحلي والعالمي. فعلى سبيل المثال على المستوى المحلي يمثل المشروع نقلة نوعية في مجال البيانات المكانية في البحرين من حيث تحديد البيانات الجيومكانية، واللي راح تنعكس بدورها بشكل كبير على الخرائط الوطنية، إضافة إلى ذلك تسهيل الوصول للمعلومات. فمثلا يمكن الفنيين والمهندسين وصناع القرار الوصول للمعلومات في المواقع والتجول فيها افتراضيا دون الحاجة إلى زيارتها فعليا. إضافة إلى ذلك تعزيز السياحة في البحرين وتوثيق التراث مثل التراث العمراني والثقافي الغني للمملكة. وأما على الصعيد العالمي راح يكون المشروع قادر على تعريف العالم بمملكة البحرين، حيث راح يعزز المشروع مكانة المملكة على الخريطة السياحية العالمية ويبرز جمالها وتنوعها الثقافي من خلال ميزة التجول الافتراضي في شوارع ومناطق مملكة البحرين من أي مكان في العالم. نعم. مهندس محمد، أنت تعلم والمشاهد يعلم أن هناك تطور دائم في البنية التحتية في البحرين مع يعني الانتشار العمراني في المملكة، وهناك شوارع جديدة وتعديلات على طرق أيضا قائمة وتطوير للبنية التحتية. هل هناك خطة لاستدامة التصوير وإبقاء المحتوى الذي سيتم نشره على منصة جوجل محدث بشكل دائم؟ طبعا أكيد. وتحقيق هذه الاستدامة للمشروع تم وضع خطة متكاملة من خلال جداول زمنية محددة لتغطية جميع الشوارع المدرجة في المشروع. طبعا مع مراعاة التغيرات المستمرة في البيئة العمرانية، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة مثل وزارة الداخلية، مجلس التنمية الاقتصادية، وهيئة البحرين للثقافة والآثار، وهيئة السياحة والمعارض. طبعا ذلك لتسهيل عملية التصوير والحصول على البيانات اللازمة. شكرا جزيلا لك مهندس محمد عبد الغفار المرباطي، رئيس قسم عمليات مسح البيانات الجيومكانية بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.